بسبب ظروف تخصصي انا بقالي اكتر من 20 سنة بذاكر. امتحنت تقريبا فوق ال 500 امتحان، من اول مدرسة، بعد كده جامعة، تخصصت في طب اسنان، بعد كده عملت زمالات، بعد كده امتحنت معادلات، وبعد كده امتحنت امتحانات الماجستير. كل الفترة دي كنت بذاكر كتير جدا، ومش دايما كنت بوصل للنتيجة اللي نفسي اوصل لها. ولما كنت بوصل للنتيجة اللي كنت بوصل لها كان لازم يكون بعد طلوع روح ووقت كتير قوي قاعد بذاكره ومجهود جبار بذلته. وفي فترات كنت بقعد باليومين ثلاثة قاعد بذاكر ورا بعض، يا دوب بشرب واكل واخش الحمام. وفي خلال رحلة المذاكرة دي اكتشفت في أول أو تاني سنة جامعة إن في طرق للمذاكرة، وإن في علم وريسيرش وأبحاث اتعملت في هذا المجال، ولقيت إن في طرق كتير قوي بنستخدمها ملهاش أي لازمة غير إنها بتضيع لنا وقت، والعكس إن في طرق فعلا كويسة وفعالة بس إحنا ما كناش عارفينها أو ما بنعرفش نستخدمها صح. وفي خلال الكام دقيقة جايين هقولك على كام طريقة إحنا بنستخدمهم كتير جدا وملهمش أي لازمة، وإزاي أصلا مخنا بيشتغل، وايه الطرق اللي فعلا ناجحه وفعاله في المذاكره اللي تساعدك فعلا تفهم المعلومه وتحفظها. من اكتر الطرق اللي بنستخدمها، واعتقد انت شفت الفيديو ده كنت نزلته على انستجرام، هو الهايلايتر او الماركرز او الاقلام اللي بتهايلايت وتلون دي. وفي ابحاث كتير اكتشفوا ان هي ملهاش لازمه، او بمعنى اصح ممكن تكون مفيده لو انت مجرد مذاكر كويس قوي ومجرد بتراجع وبتقفل النقط المهمه، لكن انها تكون تكنيك انت بتعتمد عليه في المذاكره ما بيكونش فعال قوي، وهي مجرد احساس نفسي ان انت كده بتعلم فانت ذاكرت، وبيديك مفهوم خاطئ جوه دماغك ان كده المعلومه تمام وان كده المعلومه واضحه وهتثبت في دماغك. بس في الحقيقه هو مجرد احساس وهمي، لان في الواقع مفيش اي بروسيس انت عملته يثبت المعلومه جوه دماغك او حتى انك تفهمها. فاستخدام الهايلايتر الظريف انه بس يخلي الدنيا ملونه ويشجعك، لكن كاسلوب او اداه مذاكره تساعدك ان انت تحفظ معلومات او تفهمها اكتر، الابحاث ما رجحتش ده قوي. وفي الاغلب بنضيع وقت كتير قوي ان احنا نجيب ماركرز ملونه ونلون التايتل ده باللون الفلاني ونلون تحتيها باللون التاني، ولا هعمل الديفينيشنز باللون ده وهعلم على ده باللون التاني، وبناخد وقت كتير قوي في تحضير وتجهيز الشكل والالوان، لكن في الاخر كانتاجيه او efficiency بتاعت مذاكره بتكون قليله جدا. الحاجه التانية اللي بنستخدمها كتير قوي في المذاكره ولكن هي مش برضو فعاله قوي، هي ان احنا نقعد نقرا كتير. ولما بقول نقرا كتير قصدي ان احنا مثلا بنجيب صفحه او تشابتر معين محتاجين نذاكره، وبنقعد نمسك الكتاب او الكراسه ونقعد نقرا في ده كتير، وبنحس ان انا قريت ده 3 4 مرات فكده المعلومه طبيعي انها تثبت في دماغي. ده من اكتر الحاجات اللي بتضيع وقت كتير قوي، ولكن تاني الفاعلية بتاعتها او ان المعلومة تثبت في دماغك مش عالية خالص. الفكرة كمان في قصة ان احنا بنقعد نقرا حاجة كتير دي، انه في ابحاث عملوها بحث سنة 2012 لقوا ان دي اكتر حاجة الطلبة بتستخدمها. يعني اغلب الناس لو سألتها حواليك الطريقة اللي بتذاكر بيها هتلاقي ان هما بيذاكروا بالطريقة دي، ان هو يمسك صفحة او صفحتين او تشابتر المفروض يقعد يذاكره ويقرا فيه يقرا فيه يقرا فيه يقرا فيه، وبعد كده تلاقي حد بيقولك ده انا قريت الشابتر ده 4 مرات، ده خلاص كده ثبت في دماغي. للأسف ده مش بيحصل، لانه الطريقه دي ما فيهاش اي نوع من انواع البروسس انها بتثبت المعلومه جوه دماغك، ولكن هي اكتر طريقه مستخدمه او الناس بتستخدمها ان نقعد نقرا الحاجه كذا مره. الطريقه الثالثه بقى اللي بنستخدمها كتير قوي وبرضو اثبتت ان هي ملهاش كفاءه عاليه قوي، وهي الملخصات او ان احنا ناخد نوتس. الريسيرش في الموضوع ده يعني بين بينين، في بعض الريسيرش بيأيد قصه الملخصات والنوتس ولكن انها تكون بتتاخد صح وبتتعمل مظبوط، وريسيرش كتير قوي بيقول انها مجرد تاني تضييع من الوقت، لان غالبا لما احنا بنيجي نعمل سمرايز بنكون فاتحين الشابتر او الحاجه اللي احنا بنذاكرها قدامنا وبنقعد نكتب الملخصات دي وبنحطها يعني مجرد ان احنا بننقل المعلومه. فشبه شويه قصه القرايه، ان احنا مش بنعمل حاجه افكتيف رهيبه، احنا مجرد ان احنا بناخد وبننقل الحاجه، وبيبقى برضو فيها احساس داخلي ان انا كده ذاكرت اهو، كتبت وعملت ودخلت الحاجه فكده كتير. فلو انت مطلع او انت مطلع على الريسيرش وعارف ازاي تسمرايز بطريقه مظبوطه او ازاي تاخد نوتس صح، ساعتها ممكن يبقى الموضوع ناجح. وغالبا لو انت عامل كده مش هيكون عندك مشكله ومش هتكون محتاج كورس زي ده، لان طريقه السمرايزنج وطريقه اخذ النوت ليها طرق كتير قوي وليها طرق مختلفه، زي مثلا موضوع المايند مابينج وده اللي هنتكلم عليه في الجزء الثاني من الفيديو. الثلاث حاجات دول وغيرهم كتير من اكتر الحاجات اللي احنا بنستخدمها في المذاكره، وفي نفس الوقت من اكتر حاجات اللي الابحاث طلعت ان هم مالهمش اي لازمه. وبصراحه في تجربتي الشخصيه لما كنت بذاكر بالطريقه دي او حتى بمسك كتاب بقعد اقراه ان شاء الله 20 مره، ما كانتش المعلومه بتثبت في دماغي زي الطرق التانية اللي هنتكلم عليها، وده اللي هنبدا نتكلم عليه دلوقتي وهو اكتر الطرق الفعاله في المذاكره. بس قبل ما نتكلم في الطرق الفعاله في المذاكره لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي، وهي مخنا بيشتغل ازاي لما يجي يستوعب اي معلومه. الفكره ان احنا ساعات كتير قوي بنضيع وقت او بنختصر
بنخش على طول ان احنا نحفظ المعلومه. وفي الاغلب مخنا عشان يبروسس المعلومه بيتقسم لجزئين. الجزء الاولاني هو understanding او فهم المعلومه اصلا واستيعابها، والجزء التاني هو memorizing او تخزين المعلومه جوه دماغنا. في الاغلب ان احنا بناخد معلومات بنخش على طول على الميمورايزنج من غير ما نفهم المعلومه. وقصدي بنفهم، مش نفهم بس ان احنا نبقى فاهمين معناها وده ليه وعشان كده، ده مهم جدا، ولكن اصلا نفهم المعلومه جوه دماغنا ونرتبها مظبوط. وفكر في الموضوع مثلا زي الرياضه، مثلا رياضه زي الكوره. اللعيب الاول بيبقى محتاج يستلم الكوره وبعد كده يشوط الكوره ويطلعها. ده نفس الكلام اللي بيحصل في المذاكره. انت محتاج في الاول تستقبل المعلومه وتفهمها وتحطها جوه دماغك، وبعد كده يبقى عندك القدره ان المعلومه دي في دماغك فتطلعها في امتحان او تطلعها في مسائل او تطلعها في كويزز. هي دي بالظبط نفس الفكره. وده كمان ياخدنا لنقطه مهمه قوي، ان المخ ده عامل زي العضله. المخ ده عامل زي اي مهاره، انت بتدربه بتطوره مع الوقت بيتحسن في ده. مفيش حد بيبقى من اول مرة عارف الحاجة ومن اول مرة شاطر في المذاكرة. بياخد تدريب كتير على الطرق دي وعلى الطريقة اللي انت بتشتغل بيها لحد ما مخك يكون اقوى واحسن في استقبال وفي حفظ المعلومه. في حته الفهم بقى في طرق كتير قوي بتستخدم لده، وزي ما قلت لكم ان ساعات كتير بنغلط ان احنا بنبدا نخش على طول على حفظ المعلومه، او ان احنا نجيب المعلومه من مخنا ونطلعها من غير ما نفهمها. وبيكتفي الفهم بس ان احنا نقرا الحاجه كتير او نقعد نبص عليها لفتره طويله او نلخصها، وده بالنسبه لنا بيبقى الفهم. لكن الفهم بيبدا ان احنا نبدا نرتب الافكار دي جوه دماغنا. اولا بيبدا ان انت تفهم المعلومه اصلا معناها ايه. ودلوقتي اي توبيك ممكن تتخيله او اي حاجه بتدرسها بقت موجوده اونلاين كتير قوي تبسطها لو انت مش قادر تفهم من المنهج بتاعك او من الكتب بتاعتك. اي توبيك معين ممكن تخش على اليوتيوب وتكتب اسم التوبيك او التايتل بتاعه، هتلاقي حد يساعدك انك تفهمه عشان تبقى فاهم اصلا ده معناه ايه وليه وعشان ايه. بعد النقطه دي هو الفكره انك ازاي ترتب المعلومه دي جوه دماغك او ترتبها بطريقه منظمه. حاجه مهمه قوي اللي هو بقى ازاي ناخد نوتس او ازاي نكتب الكلام ده جوه دماغك. في طرق كتير قوي للموضوع ده، اشهرهم مثلا المايند مابينج. والمايند مابينج باختصار انك بتعمل خريطه في دماغك للموضوع ده. فمثلا نفترض ان انت بتاخد بيولوجي او علم الاحياء على جسم الانسان، فانك بتبدا تكتب الاول جسم الانسان، بعد كده تبدا تقسم الخريطه دي لاجزاء. المخ مثلا او الدماغ، بعد كده الجسم نفسه، وبعد كده الدراعات والرجلين. بعد كده جوه كل واحده فيهم بتبدا تقسم الحاجات دي. المخ ده متقسم لعظم، متقسم لخلايا، بعد كده تبدا تقسم الجسم، ان الجسم ده متكون مثلا لانترنال اورجنز واكسترنال اورجنز، حاجات بره. مثلا تيجي عند الايدين والرجلين كل واحد متقسم ازاي وجواه ايه بالظبط. الفكره الموضوع ده بيعمل ايه؟ انه بيرتب الافكار جوه دماغك، بيرتب المعلومه جوه دماغك. فانت بعد كده لما بتيجي تستدعي المعلومه انت فاكر السكيما او الخريطه بتاعه المايند مابينج اللي انت بتعملها، فده بيساعد كتير انك تفهم المعلومه. تكنيك تاني مثلا بنستخدمه هو الفيمن تكنيك. والفيمن تكنيك باختصار، فيمن ده راجل اخد جايزة نوبل في الفيزياء، فكانوا بيسألوه انت ازاي كنت قادر تجمع كل معلومات الفيزياء دي. فكان بيتكلم على الفيمن تكنيك بتاعه ان انت بتقرا الحاجة كويس قوي مرة، وبعد كده بتحاول تشرح الحاجة دي لطفل اكنه عنده 5 سنين. يعني من الاخر بتبسط المعلومة دي جدا. فنفترض ان انت ذاكرت حاجة، بتقعد بقى تقفل الكتاب او الحاجة اللي انت بتذاكر منها، وانت مش بتحاول تسمعها، انت بتحاول تشرحها لنفسك، او يا سلام لو تعرف تشرحها لحد كمان. فعن طريق ده المعلومة واحدة واحدة بتميك سنس ويبقى ليها معنى جوه دماغك. لو اخدت اي مثال، لو انت مثلا بتاخد ايكويجن حسابية او حاجة معادلة ما، هتحاول تقرا المعادله وتفهم ابعادها وبتتعمل ازاي، وبعد كده هتقفل الكتاب بتاعك او الحاجه اللي بتذاكر منها وتحاول تشرح لنفسك او تشرح لزميلك او تشرح لاي حد المعادله دي ليه هي بتتعمل كده، بتبدا ازاي، بتنتهي ازاي، ايه الابعاد بتاعتها. بعد كده ترجع تاني تفتح الكتاب بتاعك او الحاجه بتاعتك وتشوف انا شرحتها صح وهل وضحت كل النقط بتاعتها ولا لا. لو في نقط ناقصه بترجع تراجع عليها تاني، وبعد كده تقفل الكتاب او تقفل الحاجه اللي انت بتذاكرها وترجع تشرحها تاني لحد ما يكون عندك القدرة الكاملة انك تشرحها بأبسط طريقة. فكرة الشرح دي مش كمان للشخص اللي قدامك، هي فكرة الشرح دي اساسها انك بترتب المعلومة جوه دماغك ان ليها معنى وليها فهم وليها ترتيب سيكونس جوه دماغك، انت فاهم انت ليه بتقول كده. وده هيساعدك قدام على الحفظ بقى وسحب المعلومة دي من جوه دماغك لما يجي الوقت ان انت محتاج تحط المعلومة دي في امتحان او تحطها في اجابات ما. طريقة كمان هو ازاي تاخد نوتس اصلا اثناء المحاضرة او اثناء الشرح او اثناء الدرس اللي موجود. في وقت كتير زي ما كنا قلنا ان احنا بمجرد بننقل الحاجة زي ما هي، محتاج وانت بتاخد نوتس تنقلها بترتيب احداثها او بترتيب افكارها، سواء عن طريق استخدام حاجة زي المايند مابينج او عن طريق استخدام حاجة تانية مثلا بنسميها التري، الشجرة. يعني ان انت بتبدأ تعمل شجرة كبيرة والشجرة دي طالع منها افرع، وكل فرع بيتفرع في سبجكت مختلف او في تخصص او في حتة معينة في الشابتر ده مختلف، وبتوصل كل الحاجات دي ببعض في الاخر.
فتاني الفكرة كلها انك بتكون راسم ترتيب جوه مخك او طريقة فهم معينة جوه مخك للمعلومات، وافتكر ان في اللحظة دي احنا مش عايزين نحفظ المعلومة او نثبتها جوه دماغنا، هو مجرد انا بحط سيكونس للحاجة وبفهمها، لان ده الجزء بتاع استقبال الكورة، ده الجزء بتاع استقبال المعلومة، ده الجزء بتاع فهم المعلومة، مش وقته دلوقتي ان انا احفظها او احاول اسمعها او اكون متأكد انها جوه دماغي. المهم في الفقرة دي ان انا اكون فاهم او مرتب الاحداث دي جوه دماغي بتاعه الحاجه اللي انا بذاكرها. كل حاجه من الحاجات اللي قلناها دي مجرد التايتلز الكبيره بتاعتها، لكن كل حاجه فيهم ليها استراتيجيز مختلفه وطرق مختلفه تقدر تستخدمها بيها. يعني طريقه مثلا المايند مابينج دي ملهاش طريقه واحده صح بتتعمل بيها، في كذا تكنيك للمايند مابينج وكذا اسلوب وكذا مدرسه وكذا طريقه للمايند مابينج يتعملوا بيها. لما هنيجي بقى نتكلم على جزء الحفظ او تثبيت المعلومه في الدماغ، نفس الفكره، ليهم طرق مختلفه ان احنا نعمل ده. في طرق كتير ناجحه، لكن من اشهر الطرق اللي الابحاث وانا شخصيا استفدت منها وبستخدمها جدا في كل حاجاتي وساعدتني كتير ان انا في وقت اقل انجز حاجات كتيره قوي في مذاكرتي. انا في كتب كنت بذاكرها بال2000 وال3000 صفحه تكست بوكس طبيه كبيره جدا وساعدني ان انا اعمل ده، هي حاجه اسمها الاكتيف ريكول. وباختصار فكره الاكتيف ريكول ده بقى ان انت بعد ما فهمت ورتبت الافكار دي في دماغك، فكره ان ازاي اكتيفلي تسحب المعلومات دي في دماغك. ودايما افتكر انك كل ما بتعمل مجهود اكتر انك تسحب المعلومه جوه دماغك، كل ما المعلومه بتثبت اكتر. المجهود والتعب والتفكير الاكتر ان احاول اعصر واحاول اجيب المعلومه ده بيثبتها جامد جدا جوه دماغك. الاكتيف ريكول ليه استراتيجيز كتيره قوي تتعامل بيها، منها ان انا ببدا مثلا اعمل حاجه اسمها فلاش كوردز. الفلاش كوردز دي باختصار ان انا بعمل ورق كده مكتوب فيه مثلا، لو انا بتكلم مثلا عن التاريخ او عن بذاكر تاريخ، فنفترض مثلا ان انا بذاكر انواع حروب مختلفه، الفلاش كورد من وشه بيبقى مكتوب فيه اسم الحرب مثلا، وعلى الناحيه الثانيه تفاصيل او مجموعه من اللي بتتكلم على الحرب ده. فبعمل كذا ده لكل الحروب او كل الاحداث التاريخيه اللي انا بذاكرها، مجرد التايتل او الفكره على ناحيه، والناحيه الثانيه فيها تفاصيل الموضوع اللي انا محتاج احفظه. وببدا ارتب الفلاش كوردز دول بطريقه عشوائيه في بوكس او في حاجه عندي، وببدا اسحب كارت كارت واشوف فيه التايتل مثلا حرب كذا، وابتدي افتكر واعصر مخي ان انا اطلع المعلومه واحاول اقولها. بعد كده بقلب الكارت وابص الحاجه اللي انا افتكرتها خير وبركه، ما افتكرتهاش بسيب الكارت ده واخش على الكارت اللي بعده، بعمل ده في الكارت اللي بعده والكارت اللي بعده وهكذا، واحاول طبعا اكتر الكروت. الطريقه دي برضو بتنفع كويس قوي لو انا بتعلم لغه جديده، فانا مثلا بحاول اتعلم لغه انجليزي، فببتدي مثلا اقسم الفلاش كوردز دي لكاتيجوريز او مجموعات مختلفه. فمثلا نفترض الحيوانات، بيبقى عندي بوكس مليان فلاش كوردز بتاعه الحيوانات، اسامي الحيوانات بالانجليزي واساميها بالعربي، واروح اجيب بوكس الحيوانات دي واطلع فيها كلمه مثلا كلب، واحاول اقعد اعصر دماغي كلب بالانجليزي يعني ايه، كلب بالانجليزي يعني ايه، ما افتكرتش هو مقالب اعرفه وخلاص، برجع الكارت ده مكانه تاني وبسحب كارت تاني يقول لي قطه، اقعد افكر ايه القطه، افتكرتها كات، تمام، اقلب اخش على اللي بعدها وهكذا. بكون عامل علبه للحيوانات، علبه للاماكن، علبه للادوات اللي بستخدمها في البيت، علبه، وهكذا. بقسم الماده او الحاجه لكاتيجوريز مختلفه، وتقدر تطبق ده في اي حاجه بتذاكرها، انت بتقسم الموضوع لكاتيجوريز مختلفه والكاتيجوريز دي بتساعدك. في طبعا تفاصيل اكتر في الاستراتيجي، ان انت بعد كده بتقسم العلبه دي للحاجات اللي انت افتكرتها على طول بتحطها في حته، الحاجات اللي نص نص بتحطها في حته، والحاجات اللي ما افتكرتهاش خالص بتحطها في حته، لان بتيجي في فقره المراجعه، لان برضو المفاجاه للريفيجن او المراجعه للامتحان ليها اسلوب تاني برضو وليها علم وليها ساينس وراه، فانت بتيجي وقتها ساعتها بتطلع حسب الالوان دي. فمثلا الحاجات اللي انت اوريدي حافظها وعارفها بتطلعها بكميه اقل من الحاجات اللي انت محتاج تثبتها، والحاجات دي بتحتاج تتدرب عليها اكتر على مدار فتره المذاكره لحد ما توصل ليوم اللي انت محتاج تعمل فيه الامتحان او الكويز او الحاجه اللي هتسمع فيها الجزء اللي انت بتعمله. الاستراتيجيه الثانيه اللي ممكن تستخدم فيها مثلا الاكتيف ريكول برضو، هو ان انت بتتكلم على توبيك معين بعد ما تذاكره او بعد ما يكون ثبت في دماغك في الجزء الاندرستاندنج اللي اتكلمنا عليه، ان انت بتشوف التوبيك ده وبتقفل وبتحاول تكتب حاجه شبه المايند ماب بس اسمها سبايدر دايجرام، ان انت بتطلع فيه كل الحاجات اللي انت حاولت تفتكرها، ترسم ده في شكل الدايجرام ده وبتحاول تفرط فيه المعلومات كلها. كده بترجع تفتح تاني وتشوف ايه اللي انت افتكرته وايه اللي ما افتكرتوش، وبتعلم برضو بلون او بشكل معين ايه الحاجات اللي اتعملت مظبوط وايه الحاجات اللي ما اتعملتش مظبوط. مثلا من الاستراتيجيات التانية اللي ممكن تستخدم في الاكتيف ريكول هي استراتيجية الاسئله، ان انت بتحاول تحفظ المعلومات عن طريق اسئله. فلو انت مثلا بتذاكر مثلا احياء وبتذاكر علم الخلايا، فبتقول مثلا ايه الحاجات اللي موجوده جوه الخليه، ده سؤال. ايه انواع الخلايا اللي موجوده في الجسم،
ده سؤال. بتبدأ تعمل أسئلة لنفسك كتير، وتاني بترجع تعدي على الأسئلة دي. ايه انواع الخلايا اللي موجودة في الجسم؟ الخلايا كذا 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 كذا، وبعد كده ترجع تبص ده انا افتكرت 4 من 5. تمام، رقم 5 دي بعلم عليها برضو بطريقة معينة ان انا هرجع لها قدام لما بنيجي نتكلم على الريفيجن. باجي بعد كده اسال السؤال التاني، طيب هي ايه الحاجات اللي موجوده جوه الخلايا؟ كذا كذا كذا. ده برضو بيساعدك تحفظ الحاجه عن طريق الاسئله، فانت بتبقى عندك درايه كامله للموضوع مغطيه باسئله. طبعا يفضل الاسئله دي تبقى شبه الاسئله اللي بتيجي في الامتحان، لو اسئله اصلا مكرره او اسئله معروف انها بتيجي كتير اكون بذاكر عن طريق الاسئله. من الطرق التانيه مثلا المشهوره لحفظ المعلومه حاجه اسمها spaced repetition، وهي من اسمها يعني الاعاده بمسافات، يعني انت تكون عامل مسافات وانت بتعيد الحاجه تاني وانت بتحفظها. ودي طريقه ظهرت بعد ما اكتشفوا حاجه اسمها الفورجيتنج كيرف. الفورجيتنج كيرف ده انه لقوا الذاكره بتاعه البني ادمين اليوم اللي بنعرف فيه المعلومه او بنبقى عارفين الحاجه بتكون محفوظه جوه دماغنا 100%. مع الوقت طبعا الكيرف ده بينزل وبننسى الحاجه على المدار البعيد لحد ما بتتنسي تماما بعد مده معينه حسب نوع المعلومه وحسب انت ذاكرتك عامله ازاي. فكره بقى السبيس ريبيتيشن ده ان انت بتقعد كل فتره ترجع للمعلومه تاني عشان تعلي الكيرف ده فالحاجه تفضل موجوده. انا كنت قاعد فتره كبيره قوي فاكر ان انا لو قعدت على المعلومه كتير قوي عمري ما هنساها، وطلع ده اصلا مش حقيقي خالص. بالعكس، انت المفروض تذاكر المعلومه لفتره مش كتير، بعد كده تقعد تعيد عليها كل فتره، مش كل يوم ولا كل ساعه. بالعكس، انت تعدي فتره شويه حلوه بعد كده ترجع تفتكر المعلومه تاني. ده بيساعد على المدى البعيد ان المعلومه تعادد على مدار كذا مره فتثبت في دماغك. وهتلاقيك انت عملتها غصب عنك لما مره مثلا ركزت في محاضره او ركزت في درس وبعد فتره رجعت ذاكرته تاني، وبعد فتره جيت ذاكرته تالت، بتلاقي ان المعلومه ثابته في دماغك اكتر لانها اتعملت مره، فات مده ذاكرتها تاني، فات مده رجعتها تاني، المره دي لا خلاص دي تالت مره على مدارات بعيده اذاكرها فخلاص لزقت جوه دماغي واتحفظت. وكان في بحث حلو قوي اتعمل يثبت النقطه دي، ان هم جابوا مجموعه ناس كتير مختلفه تتعلم كلمات هي، واول مجموعه مجرد قرت الكلمات مره واحده، المجموعه التانيه قرت الكلمات دي وبعد فتره حاولت تذاكرها او تفتكرها تاني، المجموعه التالته قعدت تذاكر المعلومات كتير وتحاول تفتكرها في نفس القعده اللي هم قاعدينها، والمجموعه الاخيره قعدت تعمل نفس الحاجه ويفوتوا فتره طويله وبعد كده يحاولوا يفتكروا المعلومه وبعد كده يفوتوا فتره طويله ويحاولوا يفتكروا المعلومه وهكذا. وعايز اقول لك ان طبعا الناس اللي ذاكرت مره واحده دول كانوا اقل ناس، والناس اللي قعدت تعيد على الحاجه كانوا اعلى شويه من اول مجموعه، سواء المجموعه الثانيه او الثالثه. المجموعه بقى الرابعه اللي قعدت تعمل فترات متباعده وكل شويه تفتكر الكلام كانوا تقريبا عندهم 3 اضعاف الحاجه جوه دماغهم عن المجموعات الثانيه. وده من النظريات اللي اثبتت جامد قوي ان السبيس ريبيتيشن دي فعلا نظريه ناجحه. وعلى فكره انت ممكن تعمل السبيس ريبيتيشن دي في نفس اليوم، يعني ممكن اذاكر حاجه الصبح ما اقعدش فيها بقى قاعد ساعه اذاكرها شويه وخلاص واخش على حاجه تانية واخش على حاجه ثالثه، وبعد كده اجي اخر اليوم بعد الظهر اعمل الحاجه دي تاني، وبعد كده بالليل اقوم جاي عامل الحاجه دي تالت. كده انا عملت مسافات وعملت سبيسز بين مذاكره الحاجه كذا مره فثبتت في دماغي اكتر. طبعا في استراتيجيات برضو زي الاكتيف ريكول موجوده في السبيس ريبيتيشن وليها طريقه كتير تتعمل، وساعتها بقوم مسمع السبيس ريبيتيشن مع طريقه الاكتيف ريكول، ان انا الكروت اللي احنا كنا بنتكلم عليها مثلا ابدا اعمل لها سبيس ريبيتيشن. فانا مثلا بذاكر الحيوانات، ذاكرها النهارده وبعد افتح علبه الحيوانات تاني بعد 3 ايام، بعد 6 ايام، بعد 9 ايام، وهكذا. في خلال كذا فتره اللي ما بينهم مسافات دي خلاص هتكون الكورد ثبتت في دماغي. وعشان الحاجات دي كتير قوي ومجعلصه وليها استراتيجيات كتير صعب قوي ان انا اقولها لك في فيديو واحد مهما كان طول الفيديو، وعشان كده انا عندي ليك مفاجأة ان انا قررت اعمل كورس تفصيلي لكل حاجة محتاجين نعرفها عن المذاكرة، من اول اصلا مخنا بيشتغل ازاي، وهنخش في تفاصيل اكتر الفهم بيتعمل ازاي والحفظ بيتعمل ازاي، وازاي ازود ده وازاي ازود ده، وازاي من اول ما انا اكون قاعد في المحاضرة او في الدرس او بسمع الفويس او بتفرج على الفيديو اقدر اكون مزود الفهم بتاعي وفي ساعتها بعلي نسبة الفهم بتاعي. بعد كده هنتكلم على التكنيكس اللي بنستخدمها للفهم، سواء استراتيجيات مختلفة زي المايند مابينج وانواعها، الحاجات اللي بناخد بيها نوتس وانواعها، الانواع اللي بقسم بيها مذاكرتي وانواعها، وبعد كده هنتكلم على ازاي احفظ المعلومة، لان حفظ المعلومة زي ما قلنا احنا بس ذكرنا الاكتيف ريكول والسبيس ريبيتيشن، لكن في حاجات كتير جدا موجودة جوه طريقة الحفظ، وكل واحد من دول اكتيف ريكول
او السبيس ريبيتيشن ليه تكنيكس واستراتيجيات مختلفه جدا وكتير جدا نقدر نعملها، ويبقى في افكار كتير زي الفلاش كوردز وغيره نقدر نعمله. بعد كده هنتكلم على طرق المراجعه الفعاله، وازاي اقدر اراجع في وقت قليل معلومات كتيره جدا واكون جاهز للامتحان في وقت قليل. ازاي ان انا قعداتي بتاعه المذاكره ما تكونش بال10 12 15 ساعه وما فيهمش انتاجيه عاليه، وازاي اقلل ده. لان انا مقتنع ان مهم جدا يكون عندك بالانس في حياتك. مهما كنت بتذاكر لاهم حاجه في حياتك، انت مش محتاج تبقى مزنوق او بتذاكر كتير غير بس فترات الامتحان. لكن ما ينفعش سنتك كلها او حياتك كلها تكون بتدور حوالين المذاكره، لان هيحصل لك حاجه اسمها بيرن اوت وستريس، وهتبقى على طول مضغوط وتحت الضغط، وساعتها هيأثر على الاداء بتاعك. وفي ابحاث كتير بتتكلم على ده. هنتكلم برضو على ازاي اصلا تنظم يومك، ازاي تكون منظم طريقه مذاكرتك، وازاي تنظم يومك كطالب وتعمل تايم مانجمنت وتنظيم وقت كويس، بحيث تكون الفقرات اللي بتذاكر فيها مش واخده اليوم كله، وفي نفس الوقت تكون ادائها وانتاجيتها عاليه. كمان هديك شويه بونصات زي اكسلات وتمبلتس وحاجات تقدر تساعدك في تفعيل الحاجات دي. هديك حاجات تقدر تملى فيها الداتا بتاعتك سواء اي ماده بتذاكرها، وتساعدك تعلم بالوان معينه ايه اللي تذاكر كويس وايه اللي محتاج تراجع عليه، فيبقى عندك اوفر فيو لمذاكرتك كلها. فوقت ما تيجي مراجعه الامتحان ما تبقاش تايه ولايس مش عارف ايه اللي تذاكر كويس وايه اللي ما تذاكرش، ايه اللي محتاج تديله وقت اكتر وايه اللي مش محتاج تديله وقت كتير لانه اوريدي ثابت في معلوماتك. ازاي تقدر تختبر نفسك ايه اللي متثبت جوه دماغك وايه اللي مش متثبت جوه دماغك، وازاي ليله الامتحان تكون جاهز وما عندكش ستريس رهيب للامتحان وقادر تأدي في الامتحان كويس وتحقق احسن نتائج. كل الحاجات دي الصراحه اخدت مني وقت ومجهود وخبره وسنين كتير قوي ان انا اعملها، ولو في يوم من الايام هقرر اسعر الكورس ده هيبقى سعره معدي رقم رهيب. بس انا قررت عشان اقدر اساعد اكبر عدد، وعشان انت وصلت الفيديو ده للاخر، ان انا هديك ديسكاونت. العرض هتلاقي لينك موجود تحت تقدر تاخد بيه العرض بتاع ال50%. بس اللي ما اقدرش اوعدك بيه ان العرض ده هيقعد كتير، لان انا هاخد عدد محدود جدا وبعد كده الكورس هيتقفل. وغالبا لما ينزل بعد كده متسجل هيكون سعره اغلى من كده بكتير، لانه فعلا كورس فيه معلومات رهيبة وهيفرق كتير معاك قوي. لو انت فعلا الموضوع ده مهم بالنسبة لك، وفعلا المذاكرة دي حاجة اساسية نفسك توصل بيها لاهدافك وتنجح وتأدي حاجات كويسة، فعلا الكورس ده هيكون مناسب ليك وهيساعدك جدا. لو انت شخص متخيل ان الكورس ده هتعمله ومش محتاج تعمل بعد كده مجهود ولا تذاكر ولا تحط اي افورت، يبقى الكورس ده مش ليك، فما تعملوش عشان ما تضيعش فلوسك وما تضيعش وقتك. الكورس ده هيساعدك انك بس تقلل الوقت، تكون بتحط المجهود والتعب بتاعك في الطريق الصح، مش بتحرق وقت ومجهود على حاجات مش مظبوطة. الكورس ده هيغطي تقريبا كل حاجة انت محتاج تعرفها في المذاكرة، زائد البونصات بتاعة الاكسلات والتمبليتس والحاجات اللي هتاخدها اللي قيمتها ممكن تعدي لوحدها رقم كبير. كل ده انا عامله لك بسعر بجد لا يساوي القيمة الحقيقية اللي هتاخدها من الكورس ده. تقدر تلاقي اللينكات تحت، واشوفك في الكورس.